لا نقعد نتكلم. خلصت واتقابلنا بعد كده يعني فاهم، قعدنا 4 ساعات والله العظيم يا صبحي، 2.5 ساعة مثلا عنده منهم. مشكله معاك ساعات. شخصيا يعني؟ ها ايوه انت ليه ناجح اصلا يعني، ده العنوان بتاع مشكلته معايا. ليه انت ناجح؟ ليه انت؟ ليه مش حد تاني يعني مش حد تاني من الشاطرين في المجال؟ في ليه ناس مش بتستخسر النجاح اللي شخصك؟ قدامها. هو ناكر النجاح على شخصي. لا بس ده انا بقيت بشوفه كتير قوي. وده بقى صعب. يعني ده بقيت بقى بشوف صعب كتير قوي. قوي، ناس كتير قوي بتستخسر في قدامها ان هو المقارنة، ينجح يعني. مقارنة معلم. انت عارف الجمعية الأمريكية لعلم النفس بتطلع كل سنة مصطلح يسموه مصطلح العام. عارف السنة دي طلع المصطلح ايه؟ عفن الدماغ. مصطلح السنة. ده بيوصف ايه يعني؟ ايه العرض ده؟ ايه عرض اضطراب عفن الدماغ ده اللي هو ايه؟ ان المخ بيتعرض لحاجات كتير قوي ومش قادر ولا يفلترها ولا يدي فيها رأي. ازاي؟ انت ما بتقعد في مثلث برمودا اللانهائي، ما بتمسك الانستجرام على الريل، صح؟ ريلز. شوف ريل لفاشن فاهم اعلان، هوب بعديه نصيحه للشعراوي، هوب بعديه وياه بتاع تامر عاشور الجديد، هوب بعديه فاهم كيف فاهم ازاي تعمل فاهم عجينه كيكه البرتقال، هوب بعديه فاهم ترجع تاني على احسن رقاصه في العالم، هوب بعديه على عربيات. أيوة. بتتعرض دماغك لكميه فمخك مش اضطرابات. قادر، وما بيديش ولا ليك سلطه انك تدي راي فيها، بس مضطر تشوفها. فده بيعمل ايه؟ lack of communication، بيخليك عندك عدم استجابه واضحه وحيه يعني. فاحنا المصطلح الجديد اللي هو عفن الدماغ. عفن الدماغ، اللي هو تلتين الارض عندنا دلوقتي عفن الدماغ. طيب احنا انا شايفك سبت مصر ورحت السعوديه خلاص، تقريبا بتستقر هناك. ان شاء الله. طيب خلاص بنقل كل حاجتي وحياتي هناك. ليه بقى؟ خطوه جديده ولا انت ناوي بقى تحقق نجاحات هناك؟ يعني بقى انا بص، ناوي يعني اصل انت يعني مش يعني زي ما كنا بنقول، لا انت قدوه للشباب. في ناس بتبقى عايزه الشابين اللي كانوا قاعدين هنا دول عارفينك وقاعدين بيسمعوك. ف واحد منهم لو شافك سافرت مش هيتأثر؟ لا ليه؟ يقول لك ده بالعكس حتى حسام شجعه. هيكل سافر. لا ما هو بص، ما انت برضو ايه يعني، راجل عامل 10,000 حاجة هنا وسافر. ما هو ده هيرجعنا برضو لنفس الفكره. هو انت يعني بتتابع حسام هيكل كوبي بيست ولا حسام هيكل بيلهمك؟ في فرق كبير. ما انت عشان كده بتتهاجم. في فرق ان حسام هيكل انت بتعتبره مصدر الهام ولا قدوه عمياء اللي بيعمله هعمله. الهام يعني هو حسام عمل كده بقى، عمله في السعوديه، عمله في الهند، ينفع معاك هنا، ينفع معاك في حته تانية فاهم، ايا كان هو بيعمل ايه فين. لكن لو واخده انت بالعمى، فانت حسام لو جه يخيش في الحيطه انت هتحس ان حياتك باظت، لان انت بنيها على حسام مش بنيها على شخصك. فخد من حسام حته معينه في المثابره مثلا، انه فضل فاهم بيرسيستنس، فضل مصر على الحته الفلانيه. حسام مشهور بالحته دي، حسام مشهور انه مهما جاله حد ما بيردوش، جبر الخواطر فاهم. خد منه الحته دي، سيب بقى الحته اللي مش عاجباك بتاعت فاهم مثلا وايه مزيكا بتاعت مش عارف ايه بتاعت ايه ايا كان، خد حتت. خد اللي تحبه، او خد اللي انت يعني عندك ليه باشن او شغف. خد حتت من الناس. انا ما عنديش وبعدين انا السعوديه من زمان عايز اروح، لان انا 2017 زي ما انت عارف سافرت مع احمد الشقيري كامب بتاع احسان كامب. فعادي اصدقاء 15 واحد ما شاء الله تبارك الله سعوديين، الله اكبر عليهم، شاطرين جدا وكوادر رهيبه يعني في السعوديه. بتعمل ايه بقى هناك؟ فانا بعت لهم فجاه يا جماعه انا عايز اجرب كده. عمري ما جربت بقى احساس الغربه في المطلق ده فاهم، مع ان انا هنا في غربه. خد بالك انا اهلي من اسكندريه وانا عايش 16 سنه لوحدي في القاهره هنا، 16 سنه لوحدي برضه في القاهره، كايند اوف غربه. فعايز اجرب بقى، قلت لهم يا جماعه انا جاي وعايز اعيش، بس عايزكم انتوا قبل اي حاجه. والله العظيم ساعه ما رحت يا صبحي اهم قعده الثلاث اللي بنتلم فيها كلنا، ببني بقى اصحاب من جديد. فبدي وقت كل يوم ثلاث، هو كل يوم ثلاث بنقعد كل يوم ثلاث بنتعشى مع بعض ونقعد. ما اجيلك الثلاثه مش هجيلك. فبتعرف من جديد على يعني ايه صحاب بقى فاهم، وبيتعاملوا ازاي وبتستثمر فيهم ازاي. فكره ان اي حد فيهم عايز اي حاجه بساعده في المطلق، وبشترط عليه من الاول ان احنا مش هنشتغل مع بعض. انا ممكن اقعد اشقلك على البيزنس موديل بتاعك ده فاهم 3-4 شهور ما عنديش مشكله، بس مش هنشتغل مع بعض عشان عندي اكسبيرينس مش احسن حاجه في الشغل مع الصحاب. فبراكتس بقى الصحوبيه على نظيف، لان انا ادعي ان لحد النهارده انا لم اوفق في ان انا يبقى عندي الصاحب اللي بيقولوا عليه يعني فاهم في الكتب.
الخل زي ما بيقولوا كده. لا بس يعني في ناس كتيرة ممكن، يعني ممكن انت مثال انت، بس انت وقعت في شوية كده كانوا يدوا لك المثال ده يعني. لا برضه خد بالك بحاجه، غصب عن بعض الناس كانت مصلحه جايه قوي معايا، لان الوقت كان بيتطلب كده اللي انا فيه، فاهم؟ انا واصل لاماكن معينه، واصل لعلاقات قويه قوي معينه، واصل لمعرفه معينه، مش عارف ايه، في بعض الاندستريز. فشيء طبيعي اي حد بيدور على التطور فيشوف حد زي ده يحاول يستفيد منه. طبعا. بس الفكره كلها بقى في ايه؟ انا ما عنديش مانع ان انت تستفيد مني، وما عنديش مانع ان انت تبقى عايز مني حاجه وهتمشي بعدها، بس قول شكرا وحافظ على سيرتي اما تمشي. لما تيجي سيرتي قدامك قول الخير اللي عامله معاك، ما تسكتش. لان انا اكبر خزانه انا اتعرضت له هنا مش اللي اذوني، اللي سمعوا النقاشات، فاهم، ونقل الكلام الغلط المغلوط غير حقيقي وصدقوه وسكتوا. وتيجي فاهم انت تقابلهم صدفه بعد كده يروح لك ايه، اه والله يبقى الكلام كان داير قدامي بس انا سكت، ما بتكلمش. سكت؟ طب ما كنتش عايزك تقول اي حاجه ولا تنافق ولا تمدح فيا، قول بس انا عملت معاك ايه. فهل ده يطابق اللي انت بتسمعه؟ لا طبعا. فده بالنسبه لي دول اكتر اهم من الناس المؤذيه.